واخيرا شلنا التون بكل سهولة. السلام عليكم ابطال كلاش الغاليين، رجعنا لكم باستراتيجية المسح التون 14 بكل سهولة. الاستراتيجية عبارة عن 45 حفار، 1 كلب حمم، و5 اخفاء، و2 تناسخ، وفي الدعم 3 رامي خارق. ويلا بينا نشوف الهجمة الاولانية. ومعانا اول هجمة، دي قرية مكس هنهجم عليها ونمسحها. اول حاجة هننزل بالطائرة وكلب الحمم عشان نشيل التون. مسافة ما تتفجر الطائرة هننزل عليها بواحدة اخفاء، و2 تناسخ، و1 غطا. وكل 4 ثواني هننزل بواحدة اخفاء. وهكذا الرمل الخارق بيشيل كل الدفاعات، وهيشيل التون، وهيشيل ابراج النار، وكل حاجة في الدفاعات هتتشال. وهشيلنا التون، وشلنا كل الدفاعات اللي حوالين. بعد كده هننزل بالملك والملكة والآمر، وهننزل بكل الحفارين اللي معانا عشان يشيلوا كل المباني اللي فاضلة في الهجمة. وهنفعل خاصية الآمر، خاصية الملك والملكة، وتابعوا مع بعض الهجمة. يلا بينا، ودي تاني هجمة نمسح القرية. قرية مكس برضه هننزل بالطائرة والكلب الحمم عشان نحمو الطائرة. وأول ما نجرب من التون هننزلوا عليها على طول بالإخفاء، و2 من التناسخ، و1 غضب. وكل 4 ثواني هننزل بواحدة إخفاء. وهنا الرامي هيشيل كل الدفاعات، هيشيل الأبراج النار، وهيشيل التون. كل الدفاعات شالتها، بس القرية دي فيها دعم، بس هنمسحوها ان شاء الله. بعد كده هننزل الملك والملكة والبطلة والآمر، وهننزل بكل الحفار اللي معانا عشان نشيل التون ونشيل بقية المباني. يلا بينا نتابع الهجمة مع بعض. ومعانا هجمة تالتة، يلا بينا نهجم عليها. قرية مكس ان شاء الله نمسحها. نزلنا بالطائرة، واول ما تتفجر على طول هننزل بواحدة اخفاء، وعليها 2 تناسخ، 1 الغضب. بعد كده هننزل بالاخفاء كل 4 ثواني. وهنا الرامي شال كل الدفاعات، وشال ابراج النار، وشال التون، وشال كل الدفاعات. بعد كده هننزل بالملك والملكة والآمر والبطلة، وهننزل بكل الحفار اللي معانا عشان نشيل كل الدفاعات اللي فاضلة. وكده وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تشترك في القناة وتعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.